أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط أحكاما قضائية في حق عدد من مشجعي نادي الرجاء الرياضي، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت عقب مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي، والتي أقيمت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وقد قضت المحكمة بعقوبات حبسية نافذة تراوحت مدتها بين شهر واحد و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 2000 و5000 درهم، وذلك في حق مجموعة من المتابعين في هذا الملف. وبحسب معطيات متطابقة، من المنتظر أن يتم يوم الثلاثاء الإفراج عن بعض الموقوفين بعد التأكد من عدم تورطهم المباشر في أعمال العنف والتخريب التي عرفتها محيطات الملعب مباشرة بعد نهاية اللقاء. وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت 136 شخصا، من بينهم قاصران، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة عقب الأحداث التي رافقت هذه المواجهة الكروية بين الفريقين. وقد شهدت المباراة أعمال شغب وتخريب طالت عددا من مرافق وتجهيزات الملعب، مما استدعى تدخل القوات العمومية من أجل السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى محيط المركب الرياضي. يشار إلى أن مباراة الكلاسيكو انتهت بفوز الجيش الملكي على الرجاء الرياضي بنتيجة 2 مقابل 1 ضمن منافسات الجولة 17 من البطولة الاحترافية.